هل عمرك حسيت إنك مش قادر تلاحق على مسؤولياتك؟ بتحس إن وقتك بيضيع ومفيش جديد في حياتك؟ النهاردة هقولك على 5 حاجات بسيطة جداً، بس لو بدأت تطبقها حياتك هتتغير بشكل مش متوقع. والنقطة رقم 4 ممكن تبقى سر نجاحك اللي عمرك ما فكرت فيه. يلا بينا. النقطة الأولى، قاعدة ال2 دقيقة. أي مهمة تقدر تخلصها في دقيقتين أو أقل، خلصها في ساعتها. مثلاً الرد على رسالة، ترتيب مكتبك، أو اغسل كوباية قهوة. الحاجات الصغيرة دي لما تتراكم بتعمل ضغط نفسي رهيب، لكن لما تتخلص منها في وقتها بتحس براحة نفسية وتقدر تركز على المهام الكبيرة. النقطة الثانية، الاستيقاظ مبكراً. عارفة إنك ممكن تقول أنا مش من الناس اللي بتحب تصحى بدري، بس خليني أقول لك حاجة. الناس الناجحين في كل المجالات تقريباً عندهم عادة مشتركة، بيصحوا بدري. الاستيقاظ المبكر بيديك وقت هادي تبدأ فيه يومك براحة وتنجز أكتر بكتير. جرب تصحى نص ساعة بدري عن المعتاد وهتحس بفرق كبير. النقطة الثالثة، كتابة قائمة المهام. عقلك مش هيقدر يفتكر كل حاجة، فبدل ما تفضل قلقان إنك هتنسى حاجة مهمة، اكتب قائمة مهام يومية. القائمة دي هتساعدك ترتب أولوياتك وتنجز أكتر في وقت أقل. والأهم، ما تكتبش 20 حاجة، ركز على 3 إلى 5 مهام مهمة فعلاً. النقطة الرابعة، عادة القراءة. لو عاوز فعلاً تتطور وتوسع أفكارك، خلي القراءة جزء من روتينك اليومي. حتى لو بدأت بصفحتين في اليوم، المعلومة اللي هتكتسبها ممكن تكون سبب في قرار يغير حياتك بالكامل. النقطة الخامسة، العطاء والتطوع. دي من أكتر الحاجات اللي الناس مش بتتوقع تأثيرها لما تقدم مساعدة لحد أو تشارك في عمل تطوعي. مش بس بتساعد غيرك، أنت كمان بتكتسب مهارات، علاقات اجتماعية جديدة، وتحس بسعادة حقيقية. ال5 حاجات دي بسيطة جداً، لكن تأثيرها كبير. جرب تطبق حاجة واحدة منهم لمدة أسبوع وهتتفاجئ بالنتيجة. قولولي في التعليقات إيه أكتر عادة ناوي تبدأ بيها، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان تشوف الحلقات الجاية.